معايشه حضرتك للناس في نزله البترول ما خلاش حضرتك يبقى عندك دافع ان انت تعمله روائي؟ يعني تخرج من التجربه دي بتجربه روائيه، خصوصا ان حضرتك في العالم ده ويحسب لباسم سمره ان هو خد حضرتك فيه نزله البترول ونزله السمان. حضرتك عملت فيلم روائي بعد الموقعة، وعملت الوجه الماء والخضره، يعني من الاجواء دي خرجت بفيلم روائي. اشمعنى ده خليته تسجيل ما خرجتش بفكره روائيه منه؟ لاني كنت عايز اعمل فيلم تسجيل. ما كانش مطروح بالنسبه لي خالص خالص ان انا اتناول موضوع بالحساسيه دي مثلا ندي المايك مين محمد نبيل معلش نظام يعني نظام الترتيب. لا كنت عايز اعمل فيلم تسجيلي. بالنسبه لي ده كان علاقتي بالسينما التسجيليه كمان علاقه عجيبه غريبه، اللي هي انا بحب السينما التسجيليه جدا، يعني بغير جدا من المخرجين التسجيليين اللي بيعملوا افلام كويسه سينما حقيقي، مش مجرد وثيقه. اللي هي كان في مخرج كبير اتعرفت عليه وانا صغير جدا، كان عمري 20 سنه ولا حاجه زي كده، في لندن في مهرجان لندن. اسمه فريدريك وايزمان، واحد من الكبار جدا بتوع السينما التسجيليه. كان عامل فيلم طوله حوالي 3 ساعات، ساعتين ونص، عن المكان في نيويورك بيروحوا الناس اللي بيتقاضوا اعانه اجتماعيه، ويلفير اسمه كده. ساعتين ونص انا قاعد مشدود بالكامل، اسود وابيض، ناس قاعده بتحاول تلاقي طريقه تاخد فيها فلوس من الحكومه لانهم مش لاقيين ياكلوا، لانهم يعني حاجه في منتهى القوه يعني كموضوع. وبعد كده فهمت منه كمان انه هو دايما بيشتغل افلامه التسجيليه، دايما بيشتغل عايز يحكي مؤسسه. هنا مؤسسه الاعاده الاجتماعيه، ممكن يعمل فيلم عن مستشفى مجازين، او يعمل فيلم عن الكوميدي فرانسيز، يعني فرقه مسرحيه عريقه، مسرح عريق في فرنسا، او الباليه بتاع اوبرا باريس. يعني حاجات دايما في مكان محدد، ازاي المكان ده بيشتغل. الافلام بتاعته انا اؤكد لك يعني فيها شحنه دراميه غير عاديه. سالته نفس السؤال، ليه ما بتعملش افلام روائيه؟ لان النفس الدوستويفسكاوي بتاعت افلامك رهيب، بتاع الافلام. قال لي بص، انا مش نفسي خالص اعمل افلام تسجيليه، انا زي واحد بينزل يروح في السكراب، اسمه ايه الحاجات افندم؟ لا، اللي بيروح في تنقيب، الكلمه رايحه من الحديد الخرده، ويلاقي حتت ويعمل منها دنيا الحاجات اللي الناس بترميها، بلم خرده الخرده وبلم الحاجات دي وبطلع منها حاجه ليها شكل. الابروتش ده لو جيتي فكرتي حقيقه الامر في اي فيلم روائي او تسجيلي او اي حاجه بتتعمل كلها بتيجي بالطريقه دي. انت بتروحي في حتت غريبه، في حتت ما هياش مألوفه قوي بالنسبه لك، او حتت بتخافي منها، وبتلمي طراطيش من هنا طراطيش من هنا وبتحاولي تدي لها شكل. فانا بالنسبه لي التمييز ده، ليه عملته ده روائي وليه عملته ده تسجيلي، هو جه كده. انا بالنسبه لي ما كانش فيه لحظه كان عندي شك فيها ان ده فيلم تسجيلي وانا عايزه كده، مش عايزه غير كده.